طيب لانه جيمي كان هيركب الوزه، وكان اللي هيزقه يركب معاه زحليقه سيد، والاثنين كانوا هيتفسحوا عموما يعني. فطبعا ايه، جروا وراحوا ترجموا اسباني ولفوا قال لك الجلسه اتعملت يا مارك. ايوه قال لك الجلسه اتعملت وقعدوا فيها ساعه ونص، والترجمه بتاعت الخبر بتاع الموندو كده، يلا هاتوها لنا. قال لك ستبدا هذه الجلسه بحضور 5، نقلا عن صحيفه الموندو، ستبدا هذه الجلسه بحضور 5 اشخاص بشكل مبدئي. ومن جانب ريال مدريد سيرقص الوفد شخصيتان تتمتعان باهميه خاصه من مجلس الاداره الحالي، وهما في الواقع من المقربين جدا من الرئيس فلورنتينو بيريز. خوسيه لويس ديل فاي ده سكرتير مجلس الاداره، وهو الشخص الذي وقع على بيان شديد اللهجه الذي ارسله النادي الملكي في الثالث من الشهر الجاري للاتحاد الاسباني لكره القدم والمجلس الاعلى للرياضه ضد المنظومه التحكيميه، والوثيقه التي قدمت رابطه الليجا شكوى بشانها امام لجنه الانضباط في الاتحاد الاسباني، حيث من المقرر ان يتقرر يوم الاربعاء ما اذا كان سيتم فتح اجراء تاديبي استثنائي. خوسيه انخيل سانشيز المدير الرياضي واحد اكثر اشخاص ثقه لدى الرئيس، كما انه عضو في مجلس الاداره منذ عاده انتخاب فلورنتينو بيريز في الولايه، بتستمر لحد 29. ماشي كده؟ بتقول ايه يا عطيه؟ خلاص. فده الكلام اللي ايه اللي حصل. يبقى الكلام اللي انت قلته كان دقيق. ليه كده يا مارك؟ حقك عليا. لا عادي، ما جراش حاجه يعني. لا حقك عليا. ما فيش محتاج يا ابني، انت مؤدب قوي زياده عن اللزوم، مش محتاج حاجه. لا ده انت بتنكش، بس ده انا محضر لك. ده تكتيك، ده تكتيك. اصلا انتوا اصلا بعد الظهر شرير. ايه انا لحد دلوقتي طيب والله بس العظيم. واحد عندك فكره ان انت طيب. لا مش طيب. طب نفسي افهم العلاقه اللي بينك وبين فارس. والله العظيم انا بحبه جدا. والله انا ما عنديش مشكله، مع ان الناس بتشتمني يسووا. لا مش والله العظيم مش قصدي اللجان بتاعتك انا. ده انا كل الملايين دي لجان يا عم. ماشي يا مرحبا. انا بتكلم ده قوه بقى. بقول لك ايه، ده قوه. فارس عنده جروب اللي هو فارس لافرز ده. ايوه جحافل جيوش ما شاء الله محبينك بالحركات يعني. طيب احنا دلوقتي داخلين على معمعه، جامده جدا جدا في الدوري، وكله شادد الشده. الزمالك مركز داخل على بيراميدز، والاهلي داخل على بيراميدز بعديها، وسكه ودغري. هل لقاء بيراميدز هو لقاء الدوري ولا لسه في كلام في الكلام؟ الماتشات اللي جايه كلها لقاء الدوري. وانا بشوف ان اللي وقع جت من انبي. عدم التحضير لماتش واحد، الخروج ذهنيا، التوتر، بدايه الماتش غلط هتبوظ الدنيا كلها. ماشي. الفكره ان المواجهات المباشره مع الخصم اللي في وشك ده بتضمن لك انك تاخد فرق. ماشي. فماتش انبي في ماتش بيراميدز بالنسبه لي يعني ضروري جدا ان احنا نكسب، لان انت برضو ما تعرفش انت هتعمل ايه قدام مع الاهلي. السيناريو بتاع الخوف من التعادل مع بيراميدز، فانت تقرب الاهلي منك، بعد كده لا قدر الله يحصل تعثر في ماتش الاهلي هتركب الاهلي الدوري. فخايف من الماتش ده. الفتره اللي جايه لازم خايف من ماتش بيراميدز طبعا خايف. بس بحس انه انا جبت حتى كمان الارقام بتاعت بيراميدز والزمالك. الزمالك اعلى كعبا شويه من بيراميدز. ده مش ما طمنكش كزملكاوي؟ مع الموسم اللي فات خسرنا 3-0. انت يا ابني لا انا مش بحب يا ابراهيم خالص فكره ان انا اصل ده تاريخيا ان انا احسن. لا كسبونا 3-0 الموسم اللي فات. دلوقتي يا ابراهيم الدنيا صعبه. كل ماتش بماتشه يعني حقيقي يعني فرقه عندها حلول كتير وعندها والله لا ده شغل لا اسالك سؤال بجد. انت قبل ده انا خاف على بيراميدز بتجيب يا اولاد الذين والله. لا انا اسالك سؤال. ماتش بيراميدز والزمالك، الماتش يوم الخميس ده، هل انت تقدر تتوقع له النتيجه؟ لا. طيب بس خلاص ان احنا المجهدين، احنا اللي عندنا الموضوع في الملعب 50-50 ما تقدرش تقول اي حاجه. بس النبره مختلفه يعني. دايما ايه في ظروف ثانيه مختلفه تلاقي يقول لك لا احنا الاعلى كعبه، لاعيبتنا لازم تشد حيلها ولازم تركز. خوف من التعادل هيدي دافع زياده للاهلي بشكل انت هتوقع له بيراميدز هيتعادل معاه في النقط، ثم تلاعب انت الاهلي وتبقى انت كمان متعادل، ففرق بينك وبين 3 نقط، تبقى انت نازل ماتش الاهلي خايف تخسر يبقى زيك في النقط ومواجهته مباشره الدوري، فتوتر. فده لازم يتشال من على اللعيبه ان انت في ماتش بيراميدز باذن الله تعرف تكسب. طيب. الفكره كلها ان بيراميدز الموسم ده هو الفترة اللي جاية دي ارتاح، ما عندوش ماتشات كتير ولازم هيستموت في الدوري وعنده حلول كتير، فربنا يستر فعلا. فارس يعني بتشوف ازاي انه الاهلي مستني الزمالك وبيراميدز، هو عنده الماتش اللي بعديه بيراميدز لانه باي الجوله دي، صح كده؟ صح. المشهد ده بيفكرني كده بالمشهد اللي فيه الناس كلها رافعه المسدسات على بعض. انا شايف المباراه دي كل الاطراف معنيين بيها، ومن زمان ما شفتش مباراه. بيراميدز معروف ان كان التارجت بتاعه في كل الدوريات هو باصص للاهلي دايما كمنافس رئيسي، فكنت بشوف ان مباريات الزمالك ما بيبقاش عنده نفس الدوافع. لا المباراه دي ما اقدرش اقول كده، مباراه بكامل الدوافع عند الطرفين، وبشوف ان كل ال3 فرق المتنافسه
اهميتهم واستفادتهم في تحديد بطوله الدوري هيكون مرتبط بالمباراه دي. بس في حاجه غريبه، الناس مش واخده بالها ان في ازمه كبيره جدا في تعيين طاقم التحكيم الخاص بمباراه الزمالك وبيراميدز. ما لو امين عمر بقى عنده مشكله في اداره المباراه؟ ليه؟ امين عمر هو الخيار الاسهل للاتحاد كتعيين للمباراه، ولكن هو مش الخيار الاسهل لامين عمر نفسه. امين عمر ما كانش حابب قوي، دي معلومه، انه يدير المباراه، مش عشان كفاءه فنيه خالص، ولكن عشان الاحداث اللي حاصله، مع ان هو رايح كاس عالم مع حاله الزخم اللي اتعملت كويسه دي. طب اتحاد الكره ليه عنده ازمه؟ احنا لو بصينا هنلاقي موضوع غريب جدا. محمد معروف ادار اخر مباراه للزمالك والمصري، مش هيلعب تاني مباراه على التوالي. طارق مجدي ادار اخر مباراه لبيراميدز والمصري، وبيراميدز مقدم فيه شكوى. محمود بسيوني من وقت الخطا بتاع حسام عبد المجيد، ضربه الجزاء اللي احتسبها على الزمالك في الكاس، وهو ما حكمش الجوله ال 18 وال 19 وال 20، وحكم جوله ما بين الفرق المتنافسه على الهبوط، وبقيه المباريات بياخدها في الدرجه الثانيه. ديروت وطنطا، رايا واسوان. كويس انه بياخد اصلا ماتشات بعد ضربه الجزاء دي، يعني كويس انه ادوا له حاجه يعني. الحمد لله ما بيتكرمش يعني زي وفا، يعني ما بيتكرمش زي وفا، يعني كتر خير الدنيا انه ادوا له حاجه. دي كان فيها ضربه جزاء. وفا اتكرم بقى. وبعدين ما احنا ضربه الجزاء جت علينا كده 3-1. خلونا نكمل كده 3-1. برضه نكش في الزمالك. لا اصل دي نكشه كده، فاللي هو فانا بقول له يعني ما حسبلكش ضربه جزاء وراح في داهيه كده الناس مش هتفهم منكم ولا حاجه. كمل يا فارس. كمل بس. انا والله سيبوا يا شابوني أنا بحكي عشان شوية الناس ما بتسمعكوش، لان المايكات كلها تتداخل في بعضها. لو احنا قاعدين على قهوه بجد من غير مايكات تمام، بس المايكات بتخش في بعضها بنحجر بعض. انا ما عنديش مشكله كل واحد يرد وتعملوا القفشه والنكشه والدنيا اللطيفه دي، بس خلصنا محمود بسيوني. نيجي بقى لمحمود ناجي، ادار مباراه الزمالك وبيراميدز الدور الاول. هتجيبوا الدور الثاني هتقع في نفس مشكله محمود وفا. انت جيت حطيت الحكم بتاع مباراه الاهلي وسيراميكا هو في الدور الثاني. محمود وفا اكيد مش هيحكم المباراه بعد الظروف اللي حاصله. مصطفى شهدي لسه مصاب. طب ايه يعني ما فيش تحكيم اوروبي يعني؟ لا، ما انا عشان كده بقى بقول لك ده كانت قيمه وجود طاقم تحكيم اجنبي في جوله خطيره زي دي، تخلي كل الاطراف كانت هتبقى مرتاحه. والله اللي عايز والله مش بنكر على الاطراف. لا بيراميدز طلب ولا انا مش بنكر على الاطراف. والله حق الزمالك انه ما يطلب، والله مش هجيب يا باشا بقى، هجيب. انا بتكلم في ازمه دلوقتي واقعيه. انا بقول طرح بالارقام ولا بقول طرح. ايوه ايه حلها؟ حلها ان انت امين عمر عندك هو اللي اقرب واحد انه ينقذ الازمه دي، اقرب واحد انه ينقذ الازمه دي، لانه حكم مصنف. وعلى فكره في العالم كله بس يا فارس هنرجع نقول مباراه صعبه، وكل الحكام اللي بقول لك انا عندي سؤال بس انت لو جه حكم مش مصنف انا عندك متضايق عادي. ان تم تعيين حكم امين عمر بعد سؤال الاهلي للاتحاد، هو ما بيحكمش ليه؟ فقام حكم ليه؟ انت كده مش اقوى من الاتحاد؟ ايه دي اصلا؟ أنا ليه تروح تسال يعني ليه حكم ما بيحكمش؟ بس ده واحد يرد. بص هي ايه دي اصلا؟ واحد يرد عشان واحد يرد عليه. ما تخليك في حالك يا عم، تروح تقول له ما بيحكملكش ليه الحكم ده؟ ده حصل غريبه قوي يعني. كده ده حصل. لا كده انا مضطر طب ما طارق مجدي كده انا حصل. ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده. كده انا مضطر اتدخل ليه؟ لانه لو فارس قال حاجه ارد عليها، لكن انتوا كلكم بتردوا مع بعض فالناس مش هتسمع. صح. انتوا جايين جاهزين. فوجهه النظر مش هتوصل. انت اللي بدات وانا اللي بدات. عايز تقول ثانيه واحده يا شابوني، عايز تقول يا مارك؟ انا عايز اقول ان انا اصلا والله انا انت ضد الطرح ده؟ لا انا ضد انا حاجه ثانيه. اتهمت ايه مشكلتكم في انا نفسي الطرح ارد ده؟ عليك والله. تمام. نفسي انت قلت حاجه، انت من بقول بقالك اسبوع. انا عارف هرد على، انا عارف انت قلت ايه. انت بقالك اسبوع ماسك امين عمر انه لازم يحكم للزمالك. امين عمر ده انا ممكن اجيب لك فيديو ليك انت شخصيا يا فارس وانت بتقطع فيه. تمام. طب هو في حكم؟ طب ممكن اتكلم بعد اذنك؟ انت بتقطع فيه وبتقول ان هو مش حكم كفء، وفجاه لا وبتقول انه بيجامل الزمالك. يعني هو قال، يعني فارس في ضربه كده جزاء قال ضد المقاولين. والله ما ينفع. والله انا هقول لك بجد حاجه. والله ما ينفع. لا والله ما ينفع. مش هنتكلم احنا الثلاثه في نفس الوقت. ده انتوا الثلاثه اللي هتقطعوا بعض. لا انا قصدي ما تسيبوا من الراجل طالع اهو بيتكلم. انا قصدي ان الكلام ده اتقال قبل كده. ان امين عمر بيجامل الزمالك. ده اتقال مع انه ده ما حصلش. لا منك انت يا فارس. مع ان ده ما حصلش. محمود عاشور بيضر الاهلي. طيب حسب المباراه دلوقتي بعد ما ايوه مصنف الراجل مين اعلى تصنيف منه في مصر؟ هو ايه الطرح الغير المنطقي؟ احنا لازم نتفق على حاجه. هل الراجل اصل معنى انه بيجامل؟ انتوا عندكم حساسيه من امين عمر. معنى انه بيجامل. لا اصل انت طالما حد قال هقول لك ايه الازمه. مصنف راح كاس عالم. هقول لك ايه الازمه. طب ما انا هقول لك ايه الازمه. انا هاجي لك اقول لك ايه. انت اللي عملت الازمه اصلا مش انا. ما حدش هيعترض. انت اللي جيت قلت من فتره، قلت ان امين عمر بيجامل الزمالك. معنى انه بيجامل الزمالك ما قلتش انه بيجامل الزمالك في الماتش ده. طيب لا ما انت قلت، انت اللي قلت كده. خلينا نوصل للجزئيه. طيب خلينا نوصل للجزئيه اللي طرحها فارس. بيقول انه في صعوبه
في اطقم التحكيم، حضرتك رديت عليه قلت له انا بالنسبه لي امين عمر مش هبقى قابله، لانه اتسال على امين عمر ليه ما بيديرش ماتشات في الزمالك للزمالك في اتحاد الكوره، فانت من جواك انا لو كانت عين عادي ما كنتش هتكلم عادي، ان انا ما ركزتش في قصه التحكيم دي، لكن لما يطلع حد يقول ليه ما بيحكمش طب ما طارق مجدي ثم اتعمل يتم كده تعيينه. السنه دي، طارق مجدي طيب جاب انا اعرفه السنه ان دي الاهلي راح بالطريقة سال دي. في الاتحاد، ما اعرفش مين اللي سال، اللي راح للاتحاد سال هو الاهلي، ثم الحكم اتعين، دي اسمها ايه؟ طب ما طارق انت اللي مجدي عينت حصل الحكم كده. طيب زمايلي في جوه في الكنترول يقولوا لي كده، اعملوا لنا حصر بالحكام المرشحين غالبا ان هم يبقوا موجودين في المباراه ديت، جايز يكون عندنا اطروحه ثانيه. حكم امين عمر انا بتخيل يا جدع الزمالك، انا بتخيل انه في عدد كبير من الحكام يقدروا يشيلوا الشيله. ثابت مساء الفل، مساء النور. فارس لوحده وانت وشادي ايه؟ والجبهه الثلاثيه شغاله بام 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 بام. سمعت الكلام يا ابراهيم، انت قلت بلاش نخش في بعض فسكت. والله عندك رد؟ طيب ايه رايك يعني في الطرح بتاع فارس، او لو مش عايز تشارك في الطرح ده عايز تقول حاجه ثانيه على المنافسه بتاعت الاهلي والزمالك؟ هتكلم فارس جاي مفخم في الاخر لا والله اصل انا مش عارف هم زعلانين، ده انا بتكلم في صعوبه الماتش مين اتكلمت على الزمالك والتحكيم وانا كنت ساكت، ما حدش جاب سيره الاهلي، انت جبت سيره الزمالك. ايه اللي يضرك في ده؟ هو المنافسه طيب اقول حاجه مهمه عشان بس انا عندي فريق اعداد يعني شاطر، ومفيش كلام على اسماء حكام حتى هذه اللحظه لاداره مباراه الزمالك وبيراميدز، يعني لسه الناس ما اختارتش، مفيش مرشحين كده بنفكر حتى بصوت عالي. ماشي كده؟ طيب تمام. شادي اتفضل. انا كنت بتكلم في اصل الموضوع على المنافسه في بطوله الدوري، الاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز. عايز تتكلم في الجزئيه دي اتكلم، عايز تعلق على فارس علق، عشان انا بخلص الحلقه بلاقي نفسي انا قلت حاجات ما قلتهاش. شفت ابراهيم فايق لما راح مقاطع مارك خلاه ما يتكلمش؟ شفت لما قاطع شادي وراح مش انت جو اللي قاطعني، بس انا مش هسيبه. كده جو اللي قطعك. ما انا بقول لك انا ايه بنقذك. عندنا ماتشات الاهلي في يعني ما عندكش حل غير ان انت تحارب لحد اخر ثانيه. ماشي. ماتش الزمالك وبيراميدز تستنى بقى هديه يحصل تعادل، نتيجه تخدمك، لسه انت عندك ماتشات تحاول يعني انت ما عندكش غير انك تحارب. خلاص انت اي كلام قلناه خلاص انتقدنا كتير وخلصنا الانتقاد، ما فيش حاجه تتقال تاني. هم 4 ماتشات متبقيين لك، هتستنى الماتش اللي جاي هديه تحارب للاخر. حته التحكيم انا مش خبير في حته التحكيم للامانه، ماشي. بس انا هو يعني كونسبت واحد عايز اتكلم فيه. انا مبسوط ان الحاله دي بتحصل السنه دي من الزملكاويه حبايبي طبعا كلهم، انه بلاش كلام في التحكيم بلاش كلام في التحكيم. انا مبسوط من ده، بس اتمنى السنين اللي جايه لو حصل الوضع بالطريقه مختلفه ما نغيرش ليه يا شادي؟ احنا ما قلناش بلاش كلام في التحكيم، لا. احنا بنقول كلموا لا نتكلم في انا التحكيم اقصد كلنا. فكره انه ما نهربش من الازمه الاساسيه اللي هي اداء الاهلي اللي مش كويس ونمسك في ضرب الجزاء ولا بتاع. انا مع المدرسه دي على فكره، وانا بقول ان الاهلي لازم يحارب على حقه، بس احنا فنيا مش مظبوطين. بس اتمنى السنين الجايه ما اسمعش مش ما اسمعش كل حد يتكلم يعني، بس لو سمعت حد بعد كده بيقول بيراميدز انا عايز حكم اجنبي قدام الاهلي، صراحه يا ابراهيم مش تبقى لذيذه. عشان انت بتيجي قدام الزمالك ما بنسمعش يعني بنحس ان الماتش وكانه احنا اللي يكسب حلو مفيش مشكله، مع انك بتيجي قدام الاهلي بتبقى متضايق جدا من الحكم، وانا عايز تحكيمه، وكابتن هاني سعيد بيطلع، وكابتن كان محمود فتح الله قبل كده بيطلع، واعتراضات باستمرار، والتحكيم مع الاهلي وبتاع. هو بس الفكره دلوقتي ان الاهلي مش في احسن حالاته، فبقى الكلام على التحكيم بيخف. لكن لو الاهلي في احسن حالاته كنت هتسمع مسؤولين الناحيتين بيقولوا احنا عايزين حكام، والاهلي والحكام ودي قصه عشق وقصه حب. احنا دلوقتي ما بنسمعش حاجه خالص عن التحكيم الاجنبي، مش عايزين حكم اجنبي. الزمالك وبيراميدز بيتكلموا وحقهم، انا ما اقدرش اقول لا، بس بقول السنه الجايه لما يحصل حاجه عكس كده اتمنى. طيب شفت الموضوع سهل ازاي؟ اهو اتكلم لوحده وكلنا سمعنا. أنا بقى والمشاهد سمع. اتفضل يا بيه اتفضل. قول لجو بس ما اقطعكش بعد اذنك ارحمني. ها ماشي. وشابوني بيقوم داخل مقاطع جو بيعلي عليه. بص هو والله في عندي تلميذه في العمومي كده. طب لا استنى بس، تلميذه ايه؟ اصبر شوف بتضرب مني مره واحده بص هايبر والله العظيم. لا انا والله انا ما عنديش مشكله، انا هرد على فارس وشادي كمان. يلا. انا مشكلتي بس ان امين عمر اللي هو كل الاهلاويه دلوقتي بما فيهم فارس بيطالبوا ان هو يحكم للزمالك، انا ما اعرفش ليه، وما عنديش مشكله ان امين عمر يحكم الماتش ده بالمناسبه يعني. تمام. هم نفسهم من شهرين قالوا ان امين عمر بيجامل الزمالك، ففجاه بقوا عايزين امين عمر يحكم. ده من 3 سنين كلام عن مباراه واحده. انا اسف، من 3 سنين كنت تقول له بيحكم اي مباراه طبيعي انت تقول في خطا فيها، طب مفيش حكم على طب ما تسيبه يكمل وانت اكتب دون التعليق. تمام اتفضل كمل. تاني حاجه شادي قال ان احنا دلوقتي مش عايزين السنين الجايه نتكلم، لا احنا مش هنتكلم على السنين الجايه، احنا هنتكلم دلوقتي ان الاهلي كان في مشكله كبيره وبقى لنا اكتر من اسبوعين بنتكلم على كوره ماتش الاهلي وسيراميكا، وفي كوره فضيحه
فضيحه في ماتش الاهلي وسموحه، مليون في الميه ضربه جزاء لسموحه، وما شفناش كل البكا اللي حصل على راس الميت دي، ولا نادي سموحه نزل راح اتحاد الكوره واتخانق هناك وعمل المشكله دي كلها، ولا مثلا سمعنا ان في عضو مجلس اداره نزل الملعب وعمل كده، مع ان سموحه بقى حقه تمام. فهو اصلا لو الاهلي اتظلم في ماتش السيراميكا، وبالمناسبه هو اتظلم في ماتش السيراميكا، انا ما عنديش اي مشكله ان الاهلي اتظلم، فهو سموحه اتظلم برضه في ماتش الاهلي، وكانت النتيجه هتتغير خالص، لان لو سموحه جاب جون كان ممكن الاهلي ما يحطش جون عادي تمام. فهو برضه زي ما الاهلي بيدور على حقه تمام، فهو الاهلي مستفيد من التحكيم تمام. فانا زي كل الانديه، زي كل الانديه، ما عنديش اي مشكله تمام. فاحنا دلوقتي بنتكلم في ان احنا بقالنا بجد يا ابراهيم من يوم ماتش السيراميكا ما اتكلمناش غير، كل الناس في كل حته ما بنتكلمش غير على كره السيراميكا. فين كره سموحه اللي ما حدش اتكلم عليها دي تمام. انا قبل الهوا معلش لا مش بتكلم عليك يا ابراهيم، لا معلش، لا ما هو انت قلت كل، فانا من لا الكل. مش قصدي، بتكلم على الشباب. انا الوحيد اللي انا عارف ان انا اتكلمت، لا انا مش بتكلم عليك، لا معلش حتى الناس اللي طلعت معاك معاك الكابتن سامي عوض. لا معلش، كابتن سيد طلع قال ضربه جزاء. انا شفت، لا انا كان المجموعه كلها بالكامل عندي، اتكلمنا في ضربه الجزاء وعرضنا بيان سموحه، لانه هناك، انا بس ليه بقول كده؟ والله العظيم مش بتكلم عليك، انا بقول لك اهو، انا قصدي استغلتها بس فرصه ان انت قلت ده، لانه يعني من حقي ان انا اوضح للناس انه الحمد لله احنا واقفين هنا على الحياد، صح، زي ما عرضنا للاهلي بنعرض لسموحه وبنعرض لغيره، صح. وقلت انا بلساني بعد الفاصل هنجيب النجوم ونسالهم على ضربه الجزاء، لان انا ما بتكلمش في التحكيم. ويوم سيراميكا كليوباترا، لان هناك للاسف ناس مغرضه بتقص كلام، انا عارف كويس، بس عمري ما بعلق، انا بطنش وبكبر دماغي، يعني بتقص كلام وما تحطش الكلام اللي انا بقوله، وما بتعرضش كل المواقف اللي انا بقولها، وبتختار كلام انا اصلا ما قلتوش ولا اشرت اليه، بتجتزئه صحيح صح. وتشير بشكل او باخر الى انه لا ده ابراهيم ما اتكلمش على ضربه جزاء سموحه، مع ان انا طرحتها للناس. الغريب ان كل الناس اللي في الاستوديو بما فيهم الاهلاويه قالوا ان هي ضربه جزاء، وانه سموحه له ضربه انا جزاء. كنت قاصد ايه يا ابراهيم بقى، مش بقصد. اتفضل بقى كمل، انا بس ايه قبل الهوا، اتفضل بس كمل، انا بس دي نقطه كانت مهمه، كمل بقى. انا قبل الهوا كنت بتكلم انا وشادي وفارس وثابت، فقلت لهم بامانه احنا طلعنا هنا، انت لما سالتنا على كره بيراميدز سيراميكا والاهلي، انا وجو شابوني قلنا ضربه جزاء، فاحنا اللي بنشوفه بما يرضي الله بنقوله. صحيح. انا سالت شادي وفارس وثابت، فارس وثابت قالوا لي لا، بما اصل دي فيها شك. هو احنا يا جدعان وصلنا لكده؟ وصلنا ان احنا بيبقى كوره مليون في المية صريحه. هم قالوا لك فيها شك؟ اقسم بالله قالوا لي فيها ده شك. امتى؟ قبل الهوا ب5 دقايق. لا بس مش على الهوا. على الهوا الكلام ده. طب اسالهم كده ليه؟ اسالهم، طب انا عايزك تسالهم على الهوا والنبي، انا خلصت كلامي، انا عايزك تسالهم، عايز اشوف بس ايه اللي هم من حقهم ان هم يقولوا رايهم، يعني ما انا مش بحجر على رايه. انت كده بتضغط عليهم يقولوا حاجه مش عايزين يقولوها. بالمناسبه فيها شك رايك، هو انت ملزم بالنسبه لي. طبعا لا طبعا لعبه الاهلي وسموحه دي لعبه جدليه. انا عايز ابقى ارد بس اصابه ليه؟ لان لعيب سموحه انت مش شايفها ضربه جزاء؟ لا مش شايفها ضربه جزاء، عشان بس نقص انا شايف ان لعيب نص الموضوع بقى، عشان انا شايفها مش ضربه جزاء. لا شادي هو يعني سؤال مفخخ يعني. الله يسامحك يا مارك. معلش انا اسف بقى، حقك عليا يا شادي. انا عشان بس ما تاخدش مني الاجابه واقطع اكمل، انا شايفها ضربه جزاء لسموحه، ولكن ما اقدرش اقارن الكره دي خالص على مش ماتش بقارن. سيراميكا. مش بقارن. مش اي مقارنه، مفيش اي مقارنه، لا مفيش دي. مفيش لسبب، لان اصلا كمان الفار مع الحكم واضح ان ما كانش فيه قناعه تامه اصلا انه يستدعيه على الفار. عايزين نسمعها. لا حقه عايزين نسمعها حقه. طب لو بتاع سموحه بس عايز اقول لك على حاجه، ما هو برضو بس انا شايف فيها خطأ، بس ما حدش قال لنادي سموحه ما تعملوش مداخلات، ما حدش قال لنادي سموحه ما تروحوش تسمعوا بالظبط. ما حدش، يعني برضو دي نقطه مهمه. حقه على فكره، حقه. وبعدين يعني ما فيش حد قال له لا ما تروحش، ما فيش حد قال له ما تسمعش، ما فيش، بل بالعكس. انا على فكره انا فاكر كويس قوي ان انا اتكلمت قلت الاستثناء الذي اعطي للاهلي غلط. ما اعرفش انت سمعت ده ولا لا؟ اي حد حقه. لا انا كاتحاد كوره لما يجي الاهلي بيطلب مني وانا هنفذ للاهلي اقول له لا ثانيه واحده انا هنفذها، بس خد بالك اللي جاي كله هيطلب في لا اللي جاي كله في الفتره ديت لحد نهايه الموسم، اي حد يطلب مني حاجه انا هعملها طبعا. يبقى انا كده سويت الكل ببعضه، عشان ما يجيش حد يقول لا اصل انت عملت كذا وعملت كذا. حاجه يا كابتن بس حاجه سريعه. اللي حصل من اتحاد الكوره ضد الاهلي في الواقعه بتاعت لجنه التحكيم دي مع محمود وفا ومع الاهلي بالذات كان رد فعل للي عمله الاهلي للقطه اتظلم فيها، اتردد بعدها في ماتش سموحه، وكان في لقطات مثلا زي الاتحاد زي ما قلت قبل كده في ماتش الاتحاد كان في ضربه جزاء اتحسبت للاهلي ضد الاتحاد برده ما كانش في ضربه جزاء. طيب. بس لما الاهلي خبط زياده في محمود وفا وطلع بعد كده اعلام القناه قال الحكم ومش عارف ايه، واشار الاهلي بشكل ما ان في توجيه للماتش،
فده اللي خلى الاتحاد ولجنه الحكام يدافعوا عن الحكم بتاعهم ويتعسفوا بهذه الطريقه. لو الاهلي كان عادي اتكلم عادي وعايزين نشوفها وتعامل عادي بدون توجيه اللوم او تصدير ان الاهلي كان في تعامد من خسروه، ما كانش ده اعلام حصل. القنوات الفئويه من حقه ان يدافع عن حقوقه. ولجنه الحكام حقها تدافع عن الحكم بتاعها. معلش ثانيه واحده بس، انا هنا راجل في النص، ودول زمايلي وبعزهم ودول زمايلي وبعزهم، سواء في قناه الاهلي سواء في قناه الزمالك. هذا من حقه ان يدافع عن حقوقه اللي معموله ليه. والاتحاد وده من حقه ولجنه إن هو الحكام حقها تدافع عن الحكم بتاعها برضه بالظبط. يعني هي مش كده. انا عارف انك عايز تتكلم بس انا عندي فاصل، نروح الفاصل الاول طبعا ونرجع نكمل. يلا بينا.